الكوكاكولا المشروب الاشهر والاكثر مبيعا في العالم بعد الميه. مين فيكم ما جربش يشرب كوكاكولا قبل كده؟ سواء كنت بتحبها او ما بتحبهاش، بس اكيد انت جربت انك تشربها قبل كده. طب عمرك فكرت مين اللي اخترع الكوكاكولا واخترعوها امتى؟ وهي في الاصل يا ترى كانت مشروب ولا كانت حاجه تانية؟ لو عايز تعرف اصل حكايه الكوكاكولا تعال اما اقول. حكايتنا بتبتدي خلال الحرب الاهليه الامريكيه، لما الكولونيل جون بيمرتون، وهو كان راجل دارس طب ودارس صيدله في نفس الوقت، جات له اصابه جامده جدا وابتدى يتعالج من الاصابه دي باستخدام المورفين. وبعد الحرب الاهليه لما خلصت رجع الصيدليه بتاعته في ولايه جورجيا في امريكا. ووقتها كان مفيش الادويه اللي موجوده دلوقتي، كان معظم الادويه ادويه تركيب، فابتدى يدور على علاج لادمانه للمورفين، لانه هو عارف التاثير الخطير جدا لادمان المورفين. وفي سنه 1885 عمل مشروب سماه بيمرتون فرنش واين كوك، والمشروب ده كان عباره عن مزيج ما بين النبيت والكوكايين والكافيين في صوره الكولا. ايوه انت سمعتني صح، كوكايين. هو الراجل حب ان هو يتخلص من ادمانه للمورفين، فقرر ان هو يضرب كوكايين على سبيرتو. راجل دماغه عاليه، يعني علو الدنيا كلها. في سنه 1885 ابتدى ان هو يبيع الدواء ده او المشروب ده في الصيدليه بتاعته على ان هو دواء منشط للاعصاب بيساعد على الاقلاع عن ادمان المورفين. لكن في نفس الوقت كان في امريكا حركه اسمها حركه الاعتدال، ودي كانت حركه ضد المشروبات الكحوليه في امريكا. ايوه انت سمعتني صح، امريكا في الوقت ده كانت ضد الشرب، ما كانوش بيشربوا كحول. واول ولايه طبقت القانون ده كانت ولايه جورجيا سنه 1886. في الوقت ده ما كانش ينفع ان هو يكمل المشروب بتاعه وهو فيه كحول، فغير التركيبه بتاعته وابتدى يدخل الصودا مكان السبيرتو. الصودا اللي هي بتعمل تعالوا ناخد بق كده واكمل لكم بقيه القصه. حلو قوي. المهم زي ما قلنا دخل الصودا مكان الكحول. في الوقت ده ابتدى يغير البراندنج بتاع المشروب وغير اسمه من بيمرتون فرنش واين كوك الى كوكاكولا، الاسم اللي احنا لسه بنستخدمه لحد دلوقتي، وهو مزيج ما بين الكوك النبات اللي بيستخرجوا منه الكوكايين والكولا اللي هي المصدر بتاع الكافيين في الكوكاكولا. وابتدى يروج الدواء ده في الصيدليه بتاعته ان هو منشط للاعصاب زي ما قلنا، وكمان بيساعد على عسر الهضم وعلاج ادمان المورفين، وكمان ان هو منشط جنسي. وطبعا معظم الحاجات دي كانت من تاثير الكوكايين، لان الكوكايين احنا عارفين ان هو منشط قوي جدا. وطبعا بقى كل اللي بيشرب الكوكاكولا بيعمل دماغ عالية جدا من الكوكايين، وبقى مشروب منتشر جدا، خصوصا ان في الوقت ده كان بداية ظهور حاجة اسمها نوافير الصودا او الصودا فاونتن. الصودا فاونتن دي وقتها كانت بتتباع في الصيدليات، هي بالظبط زي الكوك ماشين اللي موجودة في ماكدونالدز دلوقتي وكنتاكي وفي المحلات دي. ده كان بداية الانتشار بتاعها، فده ساعد جدا على انتشار المشروب بتاعه اللي هو الكوكاكولا. اتباعت اول ازازة كوكاكولا في الصيدلية بتاعته وكان ثمنها 20 سنت بس. طبعا الناس بقى كانت اخر منجها بيشربوا كوكايين وصودا وحاجة ايه فلة. عم بيمرتون بقى، عم الدماغ العالية ده، قبل ما يموت باع نصيبه سنة 1888 لعالم دواء ورجل اعمال اسمه كاندلر. اشترى كوكاكولا الاسم التجاري والشركة بكام وقتها؟ $2500 بس. وسنة 1919 كاندلر باع شركة كوكاكولا ب$25 مليون. تخيل الرقم، وتخيل الرقم ده وقتها كان عامل ازاي. ومن ساعتها بقت كوكاكولا هي رائد المشروبات الغازية ورائد المشروبات في العالم عامة. هتيجي تقول لي الله، يعني احنا دلوقتي مدمنين كوكايين عشان بنشرب كوكاكولا؟ هقول لك لا، الكلام ده من سنة 1929 كوكاكولا بطلت تحط كوكايين في المشروب بتاعها واستبدلته بخلاصة أوراق الكوكا الخالية من الكافيين. ومن وقتها وكوكاكولا واحدة من أكبر الشركات الأمريكية ومن أكبر شركات العالم، وبتبيع منتجاتها في كل دول العالم ما عدا دولتين، كوريا الشمالية وكوبا، وبتمتلك أكتر من 200 علامة تجارية غير الكوكاكولا طبعا، فانتا وسبرايت وداساني وشويبس كمان على فكرة من ضمن العلامات التجارية بتاع الكوكاكولا. ودي كانت أصل حكاية الكوكاكولا. ولو عايز تعرف أصل حكايات تانية كتير، لايك وسبسكرايب وقول لي في الكومنتات عايز تعرف أصل حكاية إيه تاني، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.